السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. لسه أول مرة أشوف قناتنا، أنا حنين عبد الغني، ودي قناتي بقدم فيها أكلات وحلويات روتين، حاجات كتير هتستفادوا منها إن شاء الله. اللي لسه ما عملش اشتراك يعمل لي اشتراك، لايك، كومنت، مشاركة للفيديو، كمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد يا أجمل متابعين. بعد ما خرجت الغسالة من الحمام الحمد لله كان في مكان كبير ان انا احط وحدة او دولاب زي دوت في الحمام، هينظم لي حاجات كتير كانت مضايقاني. وبجد اما جربت جمعت الحاجات دي كلها مع بعضها في الدولاب هنا، حاجة ريحتني جدا جدا. وفي نفس الوقت هتقولوا لي طب انت كنت هتستخدمي الحمام في غسيل سجاد او حاجة او في المية؟ مفيش مشكلة، القطعة دي صغيرة وان انا احركها سهل جدا، وما فيهاش حاجات اصلا تقيلة ان هي يصعب عليك ان انت تحركيها. هقدر الفها احركها كده بسهولة، احطها في الطرقة قدام الحمام. لو هغسل الحمام او هغسل سجاد في الحمام فالموضوع مش هيبقى فيه اي مشكلة، زي ما اكون هطلع غسالة طبعا كبيرة جدا وحجمها تقيل جدا، كل اطلعها كل ما احتاج الحمام في غسيل سجاد او حاجه مش هينفع. فالقطعه دي سهله ان انا احركها من مكانها في اي وقت. زي ما انتم شايفين كده، جبت المكنسه وشفطت اي تراب موجود في الدرج او في الضلفه كويس جدا. وهجيب كده قماشه بنقطه كلور، الدولاب دوت بيبقى زي الفل، بينضف بكل سهوله. القطعه دي طبعا هو يستحب والافضل انها تكون نوعها ألموتيل، تمام. طب انت لو ما عندكيش مكان في الحمام تحت كده تحطي قطعه زي ديت، تقدري تعملي نص القطعه دي وتعلقيها في اي مكان في الحمام. هي بتبقى ضروريه صراحه، وبتخلي الحمام شكله كويس جدا وشكله كده نظيف وما فيهوش اي كركبه. انا لميت بقى حاجات كانت مضايقاني على سراحتي وعلى سراحه بنتي. وكمان انا كنت مانعه تسريح الشعر في الاوض، بلاقي شعر كتير على السجاد، يعني بينزل لغصب عنهم. فقررت كمان اجيب مجموعه كده من الفوط وهنطبقها كويس. خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا اللي انا عملته ده. منظم او الوحده اللي انا حطيتها في الحمام دي كانت ضروريه ولا لا. جمعت كده الفوط، مجموعه من الفوط، عشان خاطر لو حد بالغلط مثلا ناسين نحط فوطه في الحمام. فطبعا مش هنقعد نناجي بقى عايزين فوطه والكلام ده كله، لا، الفوطه هتبقى موجوده في الحمام اوريدي. وكمان هي في دولاب مقفول عليها اهي زي ما انتم شايفين كده. هحطها في الدولاب. انا هرجع طبعا هبتدي ابدل الاماكن من هنا لهنا لهنا لحد ما الاقي المكان المناسب للحاجه بتاعتي، وابتدي ان انا اثبت مكانها خلاص. دي كده منظمات كانت اوريدي موجوده في الحمام، بس برضو رجعت تنظيمها من اول. هبتدي بقى احط عندنا مضمضه وغسول وحاجات للشعر وبودره معرفش ايه، وحاجات بتاعت مريم وعبد الرحمن، حاجات بتاعت ولادنا اللي بيجيبوها ممكن يستخدموها مره وبعد كده يسيبوها، احنا مش عارفين نعمل فيها ايه. لا، سيبها لنا موجوده، يعني هم اهم حاجه عندهم سيبها لنا موجوده، ما ترميهاش. لما مده صلاحيتها تنتهي نبقى نرميها. فهتبقى حاجه غريبه قوي ان انا حاطه حاجه ومش بستخدمها. وهي ضروري ان انت تسيبيها، يعني ممكن يستخدموها، تمام. فانا حطيت لهم بقى الحاجات اللي هي استخدامها كل فتره في باسكت كده لوحدها، بعيد عن الحاجات اللي احنا بنستخدمها يوميا، عشان بتبقى في الحمام موجوده تلم التراب بس، ونقعد نمسحها كل شويه وننضفها ونرجع نشيلها تاني، تمام. هنا في منظم كده حطيت فيه الفرش الشعر زي ما انتم شايفين، منظم تاني حاطه فيه الشاور والبلسم والشامبو، بس دول هشيلهم تاني دلوقتي. منظم حطيت فيه فرش الاسنان والمعجون زي ما انتم شايفين. حاجة جميلة ان انتي تجمعي الحاجات دي كلها في مكان واحد في الحمام، حاجة جميلة وهتشجعك كده ان انتي تغسلي وشك، تتوضي، تغسلي اسنانك، هتحطي الفوط موجودة. لو في فوط مش موجودة في الحمام بالغلط مش هتنادي، مش هنخبط يا جماعة حد يناولنا فوطة، لا، الفوط موجودة اهي في الحمام. ما تفتحي الدرج بس هتلاقي كل حاجتك موجودة في الحمام. زيت الشعر، كريم البشرة، العناية بالبشرة، نسرح شعرنا، نحط الكريم بتاعنا، الروتين بتاعنا اليومي بتاع البشرة بتاع الشعر، كله هيتعمل في مكان واحد كده. وانتي بتغسلي وشك واسنانك وتتوضي الصبح هتلاقي كل حاجة موجودة تحت ايديكي. بجد هي كانت حاجة جميلة جدا جدا بالنسبة لي. كمان مريومة بنتي ارتاحت ليه بقى. في عندك طبعا البيوتي بلندر وبري قلمة الكحل، الحاجات دي كلها كانت بتبهدل السريحة. مفيش طبعا
يعني رأيي يختلف على الرأي دوت، ان احنا بعد ما بنعمل الميك اب تلاقي مناديل مطرح ما بنمسح حاجة معينة، ونلاقي البيوتي بلندر مبلولة، ونلاقي مطرح العدسات، وطبعا اكلادور زي ما انتم شايفين الحاجات دي كلها مكركبة الدنيا، وكانت بتضايقني جدا. جمعت الاكلادور كده، وجمعت الاكلادور والاسيتون في باسكت زي ما انتم شايفين، وجمعت دي الحاجات اللي انا مش بستخدمها غير كل فتره، اللي هو الفازلين وحاجات يعني بنستخدمها لما في الباديكير والحاجات دي كلها. وهحط البلسم والشامبو والشاور على الحوض، فضلت ان انا احطهم هنا ما يتحطوش في الدولاب. الحاجات دي هتبقى طبعا مستخدمه يوميا، وكمان هتبقى مبلوله، مش عايزه حاجه كتير تكون مبلوله تروح تتحط في الدولاب. تمام، اهو حطيت كده زي ما انتم شايفين. وكمان الشاور دي اعاده تدوير، دي كانت ازازه حاجه تانية وانا حطيت فيها شاور. الصابونه شلتها من على الحوض، احنا مش بنستخدم صابون، بنستخدم اللي هو غسول الايدين، او بنستخدم الشاور على الحوض في غسيل ايدينا. تمام، حطيت اوكسي وحطيت كلور لغسيل الحمام، اي حاجه هحتاجها في الحمام. دي كده معطرات حطيتها هي كمان في الحمام. جمعت الميك اب بتاع بنتي كله اللي كان على السراحه، زي ما قلت لكم مش هيبقى فيه اي تاني حاجه تبهدل الدنيا في السراحات. صراحه كانت تجربه جميله جدا، واللي بيخش الحمام يتوضى سنانه، يغسل سنانه، كل حاجه موجوده، يطلع كده مفيش اي حاجه تاني عايزه تتعمل. وما الحاجات دي كلها ما بتاخدش معانا وقت خالص يعني، اللي هي العناية بالبشرة، العناية بالشعر، الحاجات دي المفروض تكون في مكان زي كده، عشان انا بستخدم المية في الحاجات دي كلها. نعمل حمام زيت، حمام بخار. طبعا بنحتاج احنا الحاجات دي كلها بنحتاج لها مية، والمية دي دايما على السراحة بتبهدل الدنيا. بيوتي بلندر مبلولة، اللي بتكحل مبرية زي ما انا قلت لكم. هنا انا خلصت زي ما انتم شايفين، نظمت بقى. كانت الباسكت دي برضو واحدة لونها فسفوري زي ما انتم شايفين، وواحدة لونها بيج. هرجع ابدل واجيب واحدة تانية لونها نفس اللون، عشان لقيت شكلهم مختلف وشكلهم مش حلو. البهدله بقى اللي على الحوض، طبعا لميت بهدله اللي كانت موجوده في الحمام كلها. الاتنين باسكت اللي انا حطيتهم جوه الدولاب الابيض دول كانوا محطوطين على البانيو، ومليانين حاجات كده، تحس فيه حاجات كتير قوي محطوطه على البانيو. كده محطوط حاجات بسيطه اللي هي عينك ترتاح وانتي باصه على الحاجه كده، مش موجود حاجات كتير مكركبه الحمام. او حطيت كمان عدسات والميك اب بتاع مريم اللي كان على سراحتي وسراحتها. كل حاجة انت هتقومي من النوم تغسلي وشك وتطلعي من الحمام عاملة كل حاجة، مسرحة شعرك، غاسلة اسنانك، حاطة الكريم العناية بالبشرة، حاطة زيت، مش هتحتاجي تعملي كل حاجة موجودة جنب بعضها. فبجد كانت حاجة كده كويسة جدا ومريحة جدا. زي ما قلت لكم دي حاجات كانت محطوطة على السريحة عندي وعندها، مش بنستخدمها غير كل فين وفين. انا اقنعت مريم ان انت مش محتاجة كل الميك اب والحاجات دي كلها، بس كل بنت بتبقى عايزة تشبع رغبتها ان يكون عندها الحاجات دي، عندها كريم، عندها فاونديشن، عندها الحاجات دي. فانا جبتها لها تحصيل حاصل انها تكون موجودة عندها، والحمد لله ان انا نجحت ان انا اقنعها ان انت ربنا عطاكي الحمد لله نعم كتير في وشك، ان انت حرام انك تبوظيه بالحاجات دي كلها. بس برضو البنات بتحب الحاجات دي، مفيش غنى عنها. عند كل بنت بتحب الاكلادور يكون موجود، تحطه في اوقات يكون فيه مناسبه ولا حاجه. كمان الميك اب لو في مناسبه او حاجه بيحبوا برضو يحطوا كده ميك اب خفيف وهم نازلين. فطبعا جمعت لهم بقى الحاجات دي كلها كده، يعيشوا حياتهم بقى ويعملوا كل ما عايزينه، بعيد عن ان هم يبهدلوا الاوض والحاجات دي، وبتاخدش وقت زي ما انتم عارفين. واستغليت مكان في الحمام، وبجد كانت تجربة جميلة جدا جدا، وانا بالنسبة لي ريحتني جدا جدا. تمام، كمان كان في منظم جنب الحمام اللي هو اللي انتوا شايفينه ده من الباب. المنظم ده حطيت لهم فيه اي حاجة ممكن برضو يحتاجوها داخلية، حطيته جنب الحمام، بجد ريحني. وكمان لما بنيجي نطبق الغسيل ونلاقي الشرابات والحاجات الصغيرة دي اللي بتحتاج ان هي تتنظم، اما بنلاقيها في كذا مكان في الاوض بنتضايق جدا جدا لما نيجي نرصها. خليتها كلها في منظم واحد، ودي برضو من الحاجات اللي كانت جميلة جدا جدا جدا. وعملتها ان انا انظم الحاجات الصغيرة الداخلية دي، شرابات والحاجات الصغيرة دي كلها في تربو كده بالمنظر ده. بجد كانت من الحاجات اللي ريحتني جدا جدا. اي حاجة انا بعملها وبرتاح وبتنجح معايا انا بعمل لكم بيها فيديو عشان انتوا كمان تستفادوا وترتاحوا، ويا رب اكون افدتكم ولو بفكرة بسيطة. الحاجات دي كلها بجد بجد هتفرق معاك كتير.
جربي ومش هتخسري حاجة. لو انت مرتحتيش او حسيتي ان الحاجة دي مش مريحاكي هتخرجي الحاجة تاني بكل سهولة من الحمام. انا بعمل كده، لو انا حاجة ما ريحنيش على طول ارجع الحاجة كلها مكانها. بس والله كانت فكرة كويسة جدا جدا، وهتريحك جدا جدا بإذن الله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومع الف سلامة.